بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النادي الأهلي رايح اجتماع اتحاد الكورة. والله العظيم، والله حاجات تضحك. أقول لك الأول كده، صلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني اللايك والاشتراك في القناة، وقول دايما هلل وكبر واحمد ربنا. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم أمين يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا يكرمكم جميعا ويحفظكم أجمعين، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالى نخش في موضوعنا. الأندية النهاردة رايحة اجتماع اتحاد الكرة اللي دعا عليه 2 يونيو في مقر اتحاد الكرة. فالنادي الأهلي عن طريق الكابتن أو المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي بيقول احنا يا جماعة عايزين نزود عدد الأجانب، خليهم 6 بدل 5. ده تمام، مفيهوش أي مشكلة، ماشي يا جماعة الخير، عايزين نزود عدد الأجانب ل6 أجانب، مفيش مشكلة، ده طلب مشروع. يجي هشام نصر ممثل نادي الزمالك في هذا الاجتماع يقول ايه؟ يقول لا، نادي الزمالك بيطلب تقليل عدد الأجانب. يعني النادي الاهلي عايز يزود ل6 اجانب عشان بيشارك في كاس عالم للانديه، بيشارك في دوري ابطال افريقيا، بيشارك في دوري، بيشارك في 4-5 بطولات. فهشام نصر، شوف الفشل، شوف الفرق في العقليه الاداره هنا. انا بضحك، ويعني الضحك ده له معنى، مش بضحك على الفاضي يعني. شوف الفرق بين عقليه عضو مجلس اداره الزمالك او مجلس اداره الزمالك ومجلس اداره الاهلي. الراجل عايز يزود عدد الاجانب ل6 اجانب، وطبعا اترفض هذا الاقتراح. والزمالك عايز يقلل عدد الاجانب. المهم الاهلي هيطلب حاجه، انا هطلب عكسها. فاهم مش حافظ، او حافظ مش فاهم، حافظ مش فاهم. طب انت يا عم، انت نادي الزمالك نادي كبير، انت المفروض تطلب نفس طلبات الاهلي. الاهلي عايز 6، اطلب انت كمان وقول انا عايز 6. ده يدل على عقلية مسؤول الزمالك. شوف، هو مفيهوش شعر ومن جوه برضه ابيض زي راسه كده بالظبط، ابيض من الصيني بعد غسيله. فده اللي بيضحكنا. طبعا اترفض اقتراح الاهلي وطلب الاهلي بزياده عدد الاجانب. هم 5 فوق السن و3 تحت السن. الاهلي كان عايز يزود اجنبي سادس، اترفض. طيب، صلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واضرب اللايك بوش رجلك الخارجي او ار2، خدها في البعيدة زي ما تحب. تعالى بقى نخش في موضوعاتنا التانية. مهندس ممدوح عيد رايح النهارده الاجتماع ومعاه كاس دوري ابطال افريقيا. ربنا يوفقهم، وهم يستاهلوا، بيراميدز يستاهل البطولة. وهم طبعا مش مصدقين نفسهم انه خدوا دوري ابطال افريقيا. يا جماعه، فرقه مولوده لسه حديثه الولاده من 5-6 سنين تاخد دوري ابطال افريقيا. ده الزمالك بقاله 24 سنه يا مؤمن ما خدش دوري ابطال افريقيا. ده النجمه الوحيده اللي على تيشيرت سان داونز واخدها من الزمالك على قفا الزمالك في 2016 لما فاز على الزمالك. ده اجيال، اقول لك اجيال 24 سنه الزمالك ما خدش دوري الابطال، وبيراميدز 5 سنين خد دوري الابطال. شابوه.
ومش عايز ممدوح عيد ياخد كاس البطوله معاه الاجتماع، ده هياخدها في كل حته. ده في كل حته هتلاقي ممدوح عيد واخد دوري الابطال معاه الكاس، يلف بها كل حته. طيب، الزمالك وبيراميدز يوم الخميس القادم، نهائي كأس مصر. تاني، نهائي كأس مصر يوم الخميس القادم. توقعاتك يا سيدي الفاضل لهذا اللقاء قولها في تعليق. شايف فوز الزمالك ولا فوز بيراميدز بالكاس؟ ما هو لازم فايز. الماتش يوم وقفة عرفات، يوم وقفة عرفة الساعة 8:30 بالليل، يعني بعد المغرب بنص ساعة تقريبا، أو تقريبا ب35 دقيقة. فتوقعك الزمالك هيتوج بالكاس، كاس مصر، ولا بيراميدز اللي هيتوج بالكاس؟ بيراميدز خد كده واخد دوري ابطال، والاهلي واخد الدوري، والزمالك هياخد الكاس ولا يطلع من المولد بلا حمص زي السله والطايره واليد؟ ده اللي هنشوفه يوم الخميس القادم. توقعك حطه في تعليق، مش هاخد منك ثانيه يعني، حطه في تعليق. طيب، ده بالنسبه للزمالك وبيراميدز. احمد مصطفى زيزو، قلناها مرة واتنين وتلاتة، زيزو كده هيتم اعلان صفقته. الاهلي عمال يعلن عن صفقات، تريزيجيه طبعا في سيحة، اللعيبة اللي اتعاقد معاها يعني، محمد علي بن رمضان كده. طيب، صفقة زيزو هيتم اعلانها يوم العيد، تاني بعد صلاة العيد، بعد الناس ما تذبح وتبدأ تفطر، وانت تفطر بقى الكبده ولا اللحمه، ولا شوف انت هتفطر ايه يوم العيد. طبعا كل الناس هتفطر كده. هتبص في التلفزيون او على النت هتلاقي اعلان صفقه زيزو، فيديو تقديم صفقه زيزو لاعبا في النادي الاهلي. طب الزمالك كان طلع بيان امبارح وبيقول ده عقد زيزو ل1 يوليو. اتحاد الكره رد على الزمالك وقال لا، زيزو اخر يوم ليه في الزمالك يوم 5 يونيو، يعني يوم الكاس، يوم كأس مصر. بعد كده زيزو لاعب اهلاوي يقيد تاني يوم في الاهلي. ازاي يا عم؟ ده 1 يوليو. قالوا لا، نهاية الموسم بنهاية البطولات، والبطولات المحلية الدوري خلص، وكاس يوم 5 يونيو، خلاص ما عادش بطولات. يعني زيزو هيتأيد في قائمة الأهلي عادي مفيش مشكلة، وهيلعب مع الأهلي كأس العالم للأندية، وهيسافر كأس العالم للأندية أمريكا، أيوه، مفيش أي مشكلة خالص خالص خالص. ده اتحاد الكرة اللي بيقول الكلام ده وبيرد على الزمالك. الزمالك بيقول ايه؟ ده عقد زيزو يخلص 1 يوليو، مفيش الكلام ده خالص. خلاص، صلي على حبيبك محمد وودي اللايك R2 او بوش رجلك الخارجي، خليه يطرقع في القناة. طيب، قلنا جوهرة بيراميدز وجوهرة الزمالك. شفت فتوح امبارح؟ زملكاوية ماسكين فتوح سالخينه ليه؟ عشان رايح عقيقة او عيد ميلاد او معرفش سبوع تقريبا، عقيقة لابن امام عاشور. امام عاشور عمل عقيقة لابنه، مولود الجديد بعد كتاليا تقريبا، يعني البنت الكبيرة كتاليا، والتاني الولد ربنا يحفظه له يا رب ويخليه له، ويحفظ ابنائنا واولادنا واهلينا يا رب، ويحفظكم جميعا. فعمل له سبوع. فاللعيبه اصحاب الجمهور، يعني المفروض الجمهور يبقى فاهم ده. اللعيبه صحاب، سواء في الزمالك، في الاهلي، في بيراميدز، هنا كل اللعيبه اصحاب بيتنافسوا في الملعب. انما اللعيبه صحاب بيروحوا بيوت بعض، وبيروحوا مناسبات بعض، وبيخرجوا مع بعض عادي خالص جدا يعني.
وده موجود في كل دول العالم يعني مش هنا بس. ففتوح بيرقص مع امام عاشور في عقيقة ابن امام عاشور. فالزملكاوي قال لك بس خلاص، وماسكين فتوح. ليه؟ بستغرب ليه؟ امام عاشور خلصها بنفسه يعني، خلص فتوح وفتوح هيروح الاهلي؟ ما ممكن، عادي، وارد. وارد، ايه المشكله يعني؟ تلاقي فتوح في الاهلي، تلاقي حسام عبد المجيد في الاهلي، وارد. مش بعيد، خد بالك خالص بالمناسبه، وارد جدا تلاقي فتوح او حسام عبد المجيد في النادي الاهلي، ويبقوا فتوح بقى، فتوح وحسام عبد المجيد وامام عاشور وبن شرقي وزيزو، 5 لعيبه هم كانوا في الزمالك بقوا في الاهلي، ايه المشكله؟ الناس شافوا فتوح بيرقص بقى مع امام عاشور في بيته، قال لك بس فتوح خلاص كده. انتقاله تام للاهلي. والله العظيم احنا بقينا في كوميديا، كوميديا. مهيب عبد الهادي طبعا بيفجر مفاجاه عن جوهره بيراميدز، قال لك رايحه مع الاهلي كاس العالم للانديه. ابراهيم عادل، مهيب عبد الهادي بيقول الكلام ده، وحسام عبد المجيد في الطريق. السلام عليكم.